انت مش دايما بتشوف الحقيقة، انت بتشوف نسخة منها متفلترة على مقاسك انت. أهلا بك يا عزيزي في الحلقة الخامسة من سلسلة عقلك بيضحك عليه. تخيل انك لابس نظارة بس انت ما كنتش تعرف انك لابسها. النظارة دي هي اللي بتحدد لون وشكل كل حاجة انت شايفها. عقلك بيعمل كده بالظبط. انت مش بتشوف العالم زي ما هو، انت بتشوفه من خلال مجموعة فلاتر اسمها البيزس، الانحيازات المعرفية. يعني لو انت مقتنع ان كل الناس وحشين، عقلك هيعمل سكان على كل اللي حواليك وهينور لك بس المواقف اللي بتثبت فكرتك، وهيعمل لك ديليت لأي موقف بيثبت عكسها. وده اللي اسمه انحياز التأكيد. ولو رحت اشتريت موبايل جديد فجأة هتبدأ تشوفه في ايد كل الناس اللي في الشارع. هو كل الناس اشترت الموبايل دي فجأة؟ لأ، بس عقلك عمل فوكس عليه وبقيت شايفه في كل حتة. انا حاسس بيك يا صديقي. الاحساس ده ممكن يكون صادم حبتين، انك تشوف الواقع اللي انت عايشه ممكن يكون مجرد وجهة نظر. بس ليه العقل بيعمل كده؟ لانه كسول حبة يا صديقي، وعاوز يوفر طاقة. صعب عليه انه يحلل كل معلومة وكل موقف من الصفر. الاسهل انه يستخدم قوالب جاهزة واختصارات عشان يقرر قرارات سريعة. الاختصارات دي اللي اسمها الانحيازات العقلية. الانحيازات دي مش دايما بتكون عيب يا ابو الصحاب، دي كانت ميزة عشان اجدادنا يعرفوا يهربوا من الاسد بسرعة. بس في عالمنا المعقد بقت بتضحك علينا حبتين. الخلاصة يا عزيزي ان عقلك مش آلة تصوير الحقيقة، دي آلة للبقاء على قيد الحياة. بيوريك النسخة من الحقيقة اللي هتخليه مرتاح وما يستهلكش طاقته، النسخة اللي انت عايزها تكون حقيقة يا صديقي. وبس كده يا سيدي، كان معكم مستر زيز، وخليك معايا لان اللي جاي هيخليك تعيد تعريفك عن نفسك.